قول لي حضرتك انت بتعمل ايه هنا في متحف الثوره؟ انا يعني بحط صور الشهداء ونوقفوا المتحف من تاني بعد ما وقعوه الاخوان المجرمين يوم 12 واحنا بنوقفوه تاني. وهنا الناس بيدعوا ان احنا بنقبض فلوس وان احنا بناكل واكل غالي. احنا جبنا اللوستون وجبنا العلب والفول والطعميه، والله هرى مصارينا بقى لها 62 يوم ما قاعدين هنا، وان شاء الله مش هنمشي من الاعتصام ده فاتي مش مرسي. يعني ممكن الناس تقول لك هنمشي يوم 25، لا مش هنمشي يوم 25. لو ما مشاش مرسي احنا مش ماشيين، لو ما مشاش الاخوان المجرمين اللي هم متأسلمين اللي هم غير مسلمين اللي هم بيتاجروا باسم الدين، احنا طول ما هم ما مشوش احنا مش هنمشي ان شاء الله. وانا اسمي هشام سيد سعيد فتح الباب من محافظة أسيوط مركز ساحل سليم ماشي، ومتقلع جلد راسي في الاتحادية ماشي يوم 1 في الشهر من الإخوان المجرمين ماشي. هم اللي ضربوك؟ مقلعين لي الجلد بتاع راسي وعندي الشرايين بتاعتي باينة واضحة. عملت توصيل شرايين في مستشفى السلام في المهندسين بعد ما أخلى اسمي من سرايا النيابة من نيابة قصر النيل؟ لا طلعت من قصر النيل نيابة عابدين. نيابة عابدين أخلى سبيلي. وبعد كده رحت عملوا لي عملية توصيل الشرايين أنابيل في مستشفى السلام المهندسين شارع سوريا. الدكتور عماد شنودة الله يمسيه بالخير راجل يعني صح، هو مسيحي بس راجل صح، كلنا إخوة مسيحيين ومسلمين مع بعض. وراجل على ما عرف حالتي عمل لي العملية ما رضيش ياخد فلوسات ماشي، وقال لي العملية الكبيرة إن شاء الله لأن عندي العظم ده متكسر من أنا وار معاه، واللي عايز يشوف بكرة وأنا بغير في المستشفى الميداني بغير كل يوم ماشي يشوف. ما فيش عندي الا الحته دي بس هي اللي فضلت من عند فضل ربنا، الحته دي جلد ماشي، وده كده متقلع والله بالكماشه. والله انا بقول هذا الشهيد واللي عايز يتفرج بكره يجي يتفرج علي في الصيدله دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.